السلام عليكم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. طيب احنا كأمهات نعمل ايه علشان ما نكونش خذلنا اخواتنا في فلسطين؟ الحقيقة كل واحد ليه دور. محدش يقول وانا هعمل ايه وانا ايه اللي في ايدي هعمله. يمكن اللي احنا هنعمله ما يكونش سبب في ان هم يوقفوا العدوان عليهم دلوقتي، ولكن عذرا الى ربكم. على الاقل انا هكون عملت اللي عليا. كل واحد فينا واقف على ثغر من الثغور. انا مطلوب مني ان اعمل اللي عليا بس، لكن يقينا ربنا ليه حكمة في اللي بيحصل دلوقتي، ويقينا ربنا سميع بصير بكل تفصيلة بتحصل دلوقتي، بكل ألم أي حد بيشعر بيه هناك. طبعا احنا كلنا عارفين التبرع والدعاء، ودول مهمين جدا جدا ما نستهونش بيهم، ولكن احنا كأمهات في ايدينا حاجة عظيمة جدا نعملها من دلوقتي لمستقبل القضية، هي أولادنا. ازاي نستثمر اللي حصل ده ونجعل منه فرصة ان احنا نعيد النظر في تربيتنا لأولادنا، ان احنا نحكي لأولادنا عن اصل الحكاية من البداية، عن تاريخ الارض دي من زمان، وايه اللي حصل بعد كده لحد ما وصلنا للي وصلنا له دلوقتي. علموا اولادكم ان احنا نتضامن معاهم ولا لأ، ده مش اختيار، دي عقيدة. وروا أولادكم أطفال فلسطين، أقصد رجالة فلسطين، هم فعلا رجالة صغيرين. وروهم العقيدة والإيمان اللي عندهم، قولوا لهم برغم اللي شافوه لكن هم مؤمنين بنصر الله وعندهم ثقة ويقين في الله. وطبعا في ولاد هيسألوا هو ليه ده بيحصل للأطفال، ليه يحصل فيهم كده؟ قولوا لهم إن أي نصر لازم يكون في قبله شدة، ولازم يكون في قبله ابتلاء وزلزلة كبيرة للمسلمين. وده حصل للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. الله عز وجل يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقولوا لهم كمان إن الدنيا دار ابتلاء، احنا مش جايين الدنيا علشان نرتاح، لأن الدنيا هي مجرد محطة أو ريست للآخرة، وبنروح لدارنا الأساسي. المعاني دي لما بنحكيها لولادنا وبنكررها عليهم على طول، هي بتعرفهم هدفهم الأساسي من الحياة. احنا أصلا ليه مخلوقين؟ ايه المطلوب مننا واحنا عايشين ليه في الأرض؟ ايه هدفي في الحياة؟ ما بيعيش كده خلاص ياكل ويشرب وينام واي حاجه تيجي تاثر فيه، اي ابتلاء، اي فقد حد، اي احداث تاثر فيه. دورنا دلوقتي اننا نركز على تربيه اولادنا ايمانيا وعقائديا ودينيا، ونخلي دي اولويه. نركز على ان احنا نطلع اولادنا فعلا مسؤولين عندهم تحمل مسؤوليه، نطلع رجاله. بلاش الخوف الزايد على اولادنا، بلاش الطبطبه، بلاش اخاف اديهم مسؤوليات لا تكون كبيره عليهم، بلاش انا اقوم بمسؤولياتهم واعمل كل حاجه مكانهم واحاول ادافع عنهم وادافع عنهم دايما، وما خليهمش ينزلوا ويحتكوا ويبقى عودهم صلب وقوي. عرفوا اولادكم اهميه المسجد الاقصى عندنا كمسلمين، أولى القبلتين، ثالث الحرمين، مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. دورنا كمان إننا ننشر القضية في المحيط بتاعنا. هنبدأ بالأسرة الصغيرة بتاعتنا، نوسع الدايرة للأهل والصحاب، السوشيال ميديا، لأن في ناس فعلا مش واصل لها الموضوع
بشكل صحيح، او في مفاهيم كتير مغلوطة عندهم. في ناس بتقول احنا مالنا، طب دي بلدهم وده ابتلاءهم، انا ليه هوجع دماغي بالكلام ده؟ او في ناس بتقول ده هم باعوا ارضهم. احنا بنسمع كلام كتير من الحاجات دي. فدور ان انا اتكلم مع اللي حواليا، مش لازم طبعا كل اللي حواليا يقتنع، او ما انا مش مطلوب مني ان انا اقنع او اغير تفكير الناس كلها، ولكن زي ما قلت ابقى عملت اللي عليا. السلام عليكم.